هنعمل النهاردة بدل كل الأطباق على السحور الفول المدمس. هندمسه في البيت مش بس علشان أوفر من الجاهز، لكن كمان عشان طعمه يكون أحلى من فول العربيات. هقول لكم إزاي تعملوه ويبقى طعمه دايب وزي الزبدة، هيفضل محتفظ بلونه الأبيض حتى بعد ما تحطوه في الفريزر. بس لو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير والاشتراك في قناتي باليوتيوب، قناة الشيف سيلا. أول حاجة هنقي الفول وأطلع منه أي حصوة أو أي فولة شكلها مش كويس. بعد كده هقسم الفول، هخلي الفولات اللي حجمهم صغير لوحدهم والمتوسط لوحدهم والفولات الأكبر لوحدهم علشان الفول ياخد سوا كله زي بعض. لو ما عملناش كده هيكون في حبة مستوية وحبة لسه مستويتش، وده ضروري علشان الفول كله ياخد نفس الوقت في التسوية. اعملوا الخطوة دي هتفرق معاكم كتير. بعد كده غسلت الفول كويس ونقعته في مية باردة لمدة 3 ساعات، وما تزودوش عن 3 ساعات. كبيت المية الباردة، ضفت للفول مية مغلية وحطيته على النار. أول ما ألاقي المية غليت ههدي النار على أقل درجة عندي وأحط تحته شياطة وأحط الغطا عليه بس موارب شوية علشان الفول ما يفرش منكم. بعد ساعة والفول لسه على النار، كنت عاملة بليلة مستوية، أخدت منها ربع كوباية وكملت الكوباية من مية البليلة. البليلة بتحافظ على لون الفول وبتديله قوام مثالي للفول، وكمان حباية البليلة مع الفول بتديله طعم حلو قوي. طول ما الفول بيستوي على النار بتفضل النار هادية، وكل ما يحتاج مية بنزود مية مغلية ونقلبه كل شوية. الفول هياخد معانا 4 ساعات كمان، يعني مجموعهم 5 ساعات. خلص الفول زي الزبدة، ريحته تجنن. هعمل طبق فول، حطيت فص توم مفروم وزيت وملح وليمون وكمون، وممكن كمان تزودوا طحينة. تقدروا تعملوا كمية من الفول مرة واحدة، ولما يبرد تقسموا في أكياس في الفريزر. أهم حاجة لما تشتروا الفول تشتروا نوعيته تكون كويسة علشان يديكم النتيجة اللي انتوا عايزينها. وبألف هنا على قلبكم.